صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا داليا ودي قناتي، قناة داليا رفاعي. بصبح عليكم كده. بس هو يعني انا بصبح عليكم، لكن الفيديو معمول مش الصبح، ما الفيديو معمول بالليل. بصوا المنظر اللي احنا فيه ده. انا كده بدأت الفيديوهات بتاعت انا هطلع الشتاء بتاع الولاد. انا اعتبر اخر واحدة بطلع الشتاء في الجمهورية كلها. انا باديه معاكم الفيديو من بالليل لسبب طول النهار مشغوله جدا، كنت مشغوله يعني، وكنت بعمل حاجات في الشقه وكده، وكنت طالعه نازله في الدروس بقى والكلام ده والمذاكره والكلام ده. فيا دوبك عقبال ما خلصت بقى كل ده. بصوا، طلعت الدولاب، فضيت الدواليب كلها، قلت بقى لازم افضي الدواليب، ما بديهاش بقى، خلاص الوقت خلاص مش هينفع ان انا اجل اكتر من كده. عملت معاكم اوضه النوم، وبعد كده عملت معاكم الريسبشن ودخلت اهوت. وبعد ما عملت معاكم الريسبشن يعني جالي زي شويه احباط كده، تتنيحه كده. قعدت اسبوع ما بعملش حاجه، ودخلت تاني على اوضه النوم لان اتبهدلت. كان الفيديو اللي هو قبل ده على طول كانت اتبهدلت، فقلت لا علشان ما يجيليش احباط عملت ايه، رجعت لها تاني. يا دوبك بقى ايه يعني، نضفتها كده من فوق الوش ولمعت وكنست وغيرت الملايات وضبطها تاني. قلت علشان ايه اللي انا عملته، يعني ايه، احافظ عليه عشان ما يجيليش احباط. دخلت بقى على اوضه الولاد، قلت بقى ما بديهاش، مش هينفع ان انا اتاخر اكتر من كده. فضيت الدولاب كله فضيته، وزي ما انتم شايفين كده انا حطيته على على الترابيزه اللي بنذاكر عليها. قلت يعني استغلها، فحطيت عليها بقى الهدوم كلها، طبقتها من اول وجديد. طبعا فرست الهدوم كلها من اول وجديد. كل الحاجة أنا بطلعها من الدولاب بفرزها، بشوف إذا كان هينفع إن أنا يعني أخليها للسنة الجاية إن شاء الله، ولا يعني أوزعها. وفي حاجات طبعا اتهلكت خالص يعني مش هتنفع. فانا عامله شنطتين كده، شنطه تتوزع وشنطه اللي انا هستغنى عنها خالص. ف بس الشنطتين دول على اول الباب خالص، يعني على اول الشنط، على اول او على اول الاوضه يعني، على اساس ما تاخدليش مساحه من ما تاخدليش مساحه من الاوضه يعني، خصوصا ان الاوضه بصوا متبهدله ازاي، اخر بهدله. فانا ابتديت بالليل. قلت بقى لان انا مش هقدر ان انا اعمل الفيديو كله او الترتيبه بتاعت تنظيفه الشتا دي على يوم. الاوضه هنا هتاخد لها اقل حاجه يومين. يوم هطلع فيه الشتوي وادخل فيه الصيفي وامسح من تحت السراير وكده، واعمل الدولاب يبقى ايه من تحت السراير والدولاب. ده هيبقى يوم، واليوم التاني هيبقى كنس ومسح وفرش. ان شاء الله باذن الله. فانا هو بطلع بقى طلعت اهوت بطلع البطاطي الشتوي معاك، وانا هنا حاطه الشتوي كله في شنط تحت السرير. طبعا انا مش عامله كده عندي في الاوضه. طب انتي ليه مش عامله كده عندك في الاوضه؟ لان انا هنا الدولاب عندي صغير جدا. انا صغرت زي ما انتوا عارفين انا صغرت الدولاب هنا، فما بقاش يستحمل اني اشيل معاه حاجه تانية، اني اشيل معاه مثلا هدوم الصيفي والشتوي زي ما انا عامله في دولابي، لا. فانا هنا ابتديت ان انا بقى نفس الشنطه برضو. انا بصوا زي ما انا زي ما انتوا شايفين كده انا مطبقه الحاجه كلها، ويا دوبك بقى بحطها. بصوا اخدت مني عايز اقول لكم بتاع ساعتين كده عقبال ما فضيت الحاجه كلها وفرستها وطبقتها تاني من اول وجديد، وحطيتها على الترابيزه. وقلت ايه اخرج بقى. نظفت اول حاجه الدولاب، علشان انا هخرج الحاجه اللي هي تحت السرير دي، هخرجها على السرير. هحط ده مكان ده، واقوم واخده الحاجه اللي هي على السرير، اللي هي التطبيق بقى اللي هو هدوم الشتوى، واقوم مطبقاه وحاطاه بقى في الدواليب. بصوا انا هنا عامله الشنطه الكبيره دي، هي شنطه سفر كبيره كده بتاعت زمان قوي دي. الشنط دي حلوه قوي. طبعا انت لو ما عندكيش هاتي بقى الشنط اللي هي اللي بيتخزن فيها. بس انا الشنطه دي عجباني في ايه، ان هي شنطه مجمعه الصيفي بقى كله بتاعهم كله في شنطه واحده، وشنطه كبيره فلما لي كله بقى. انا هنا بصوا بجمع بقى الحاجه اهي. لو لاحظتوا كمان ان انتوا هتلاقوا هنا بناطيل، البناطيل انا صيفي وشتوي يعني البناطيل ما فيهاش صيفي وشتوي، فانا البناطيل مطبقاها واحطها في الدولاب. لكن انا الحاجات اللي فوق بس، والحاجات اللي هي تحت الهدوم وكده، دي الحاجات اللي انا هشيلها. لكن الحاجات اللي هي البنطلونات وكده لا مش هشيلها يعني. هرجع انا مطبقاها دلوقتي، لكن هرجع احطها على الشماعات بقى تاني. بصوا بقى،
انا هنا ابتديت اهوت، جبت بقى كرسي وقلت اقعد بقى، لان انا ايه الموضوع هيبقى ايه يعني مهلك بالنسبه لي بيني وبينكم يعني. ابتديت بقى ان انا ايه اطلع بقى واشوف الشتوي هنا عندي، اشوف بقى البيجامات. انا بقى بصوا، انا البيجامات بعملها كلها يعني الترنج كله على بعضه، بحب احط انا قوي الترنج على بعضه. حتى برضو انتوا لما تحبوا ان انتوا توزعوا برضو وزعوا الترنج على بعضه، ما توزعوش الترنج مثلا التيشيرت بتاعه يعني لا، ما توزعوش اللي هو التيشيرت بس او البنطلون بس، لان حرام الناس مش هتستفيد بيهم، لا. عايزه اقول لكم ان تنظيف الشتاء عندي اصعب 100 مره 100 مره من تنظيف العيد ورمضان. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لان انا لما باجي انضف تنظيفة العيد او رمضان، بتبقى يا دوبك بقى ايه يعني بغسل الستاير، بغسل السجاد، طبعا بتمسحي وتكنسي وتفرشي كل ده وبتغسلي حيطان وكل ده. لكن تنظيفة الشتاء بتبقى اصعب كمان، ان بيزيد عليها كمان ان انت كمان بترصصي، بتنزلي الدواليب من اولها لاخرها وترصصي وبتعملي جرد تحت السراير، وبتعملي جرد في هدوم الشتوي، وبتعملي جرد برضو في هدوم الصيفي. فبتبقى بهدله. عايزه اقول لكم ان الشقه بتبقى بصوا على بعضها، غير لما بتعملي تنظيفه العيد، بيبقى موضوع الهدوم خارج بره التنظيفه يعني. بيبقى موضوع ان انت تعملي جرد الهدوم اللي عندك، او ما انت خلاص عامله في اول الصيف مره وعملتي في مره في اول الشتاء، لكن انت مش هتعمليها بقى تاني. هتبقى النظام كله بقى ايه؟ كنس، مسح، فرش، تنظيف، مثلا ستاير، حيطان كده. لكن تنظيفة الشتاء زي ما بقول لكم كده بيزيد عليها موضوع الهدوم ده. عايزه اقول لكم موضوع الهدوم ده لعنه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا الاوضه بتبقى على بعضها. انا هنا زي ما قلت لكم ان انا بحط الترنجات كلها مع بعضها، ده بيبقى اسهل لي لما باجي اطلع الحاجه، بقوم شدها على طول او مشدة الترنج كله على بعضه، غير لما تحطي التيشيرت في حتة والبنطلون في حتة، لا. برضو عايزة اقول لكم ان وانتوا بتطلعوا الحاجات اللي هي بتاعت لله، اللي هي حاجة التوزيع يعني، برضو طلعوا الترنج كامل. ما تطلعوش التيشيرت بس او البنطلون اللي بس، لا، طلعوا الترنج كامل. والحاجة طبعا مش قادرة اقول لكم لازم تبقى كمان مغسولة متعطرة. لو قدرتوا تكوها اكوها، مفيش مشكلة، كيس نضيف كده متطبق وحلو يعني، مش اللي هو مش محطوط في اي كلام، لا يعني مش محطوط في اي حاجه كده وخلاص وادلق. لا، انا يعني انا قلت لكم ان انا حاطه شنطتين على اول الباب، اول باب الاوضه، بحط فيها كل الحاجات اللي انا مش محتاجاها. بعد كده ببتدي افرزها تاني واشوفها، ايه الحاجات اللي مبقعه، ايه الحاجات اللي مش نظيفه، ايه الحاجات اللي هي عايزه تتخيط كده، وابتدي ان انا اغسلها. وبعد ما اغسلها ابتدي الحاجات اللي هي مثلا متقطعه وكده او يعني مخيطاها. وطبعا هي لو هدوم خروج بكويها كويه كده حلوه، لو هدوم بيت بطبقها تطبيقه حلوه. وببتدي ان انا ايه، طبعا انا دايما بضيف دوني في الغسيل، فالحمد لله الغسيل مش محتاج ان هو يتبرفن او كده. وببتدي اطبقها تطبيقه حلوه، كيس نضيف حلو. وابتدي بقى انا ايه اوزعها. عايزه اقول لكم ان الصدقه دي دايما بتقع في ايد ربنا يعني. انت مش بتوديها للناس، لا، انت بتوديها لربنا، فلازم تبقى مغسوله مكويه محطوطه في كيس نضيف متطبقه. فبتبقى دايما انا دايما يعني ايه، كل ما تطلعي الحاجه حلوه ان شاء الله يجيلك حاجه احلى بقى كمان. بصوا انا هنا دايما لو هتشوفوا كده برمي كده على طول. اللي انا برميه ده هو ده اللي انا مش محتاجاه، او اللي انا هعيد جرده او تفريزه من اول يعني ان انا اشوف يعني ايه، افرزه تاني من اول وجديد، اشوف اذا كنت محتاجاه ولا مش محتاجاه كده. برضو انا برمي الناحيه التانية على السرير التاني ده بقى اللي الهدوم اللي انا يعني الهدوم اللي انتوا شايفينها على السرير دي اللي بتطبق. انما انا الشماعات هتلاقوني برميها على السرير التاني. بحاول ان انا اخلي الشماعات على السرير التاني وده التطبيق بس. بحط بقى بفرد بقى زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بفرد الترنجات كلها على السرير بطول السرير، علشان يبقى كل ترنجل وايه مع بعض، كل ترنج مع بعض، او واخده بقى الترنجات كلها مع بعض واقوم حطاها بقى في الدولاب. بصوا هتلاقوا بقى، بصوا الترنج كله، بصوا التيشيرت بالبنطلون، التيشيرت بالبنطلون. الموضوع ده بيسهل عليكم جدا، حتى لو مفيش منظمات. يعني مش لازم يبقى فيه منظمات. افرض انتي معكيش منظمات، لا، بصوا لو هتلاحظوا ان كل ترنج ليه اللي ايه مع بعض، كل ترنج ليه مع بعض كل كده. بصوا بقى انا هنا خلصت التطبيق اللي هو بتاع الارفف، ابتديت بقى في الشماعات اهو.
ويبقى كده خلصت اول ضرفة في الدولاب. هبتدي برضو نفس الموضوع اعمله في الضرفة التانية. بصوا موضوع مهلك جدا. عايزة اقول لكم ان انا يعني اشتغلت مثلا هقوله من الساعة 9 بالليل كده، بعد ما بقى ما خلصت مشاويري وخلصت حاجتي والدروس اللي طالعة نازلة راح طول النهار والمذاكرة وحاجة البيت وكله، على الساعة 9 كده ابتديت فيها، خلصتها الساعة 1 بالليل. بصوا ما كنتش شايفة قدامي. مسحت الدولاب ومن بره ومن جوه، وابتديت ان انا حطيت الصيفي زي ما انتم شايفين كده في الشنطه، ومسحت كمان تحت السرير. بس بصراحه ما وريتكوش بقى. مسحت هنا تحت السرير وشلت البطانيه. بصوا بقى روقت هنا تحت السرير لو هتلاحظوا، وحطيت الحاجات اللي انا كلها مش محتاجاها حطيتها تحت السرير اهو. وهبتدي بقى ان انا ايه، انا كمان انا كنت حاطه فوق المولل وكنت حاطه البطانيه، انا كمان شلتها. لان انا ما بحطش البطانيه تحت السرير. كنت الاول بحطها تحت السرير كانت بتاخد مكان مني، لا بقيت دلوقتي احطها ما بين المرتبه وما بين الملل. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا. و يعني ما بتبوظش يعني كان في ناس بتقول ان هي بتهبط البطانيه، لا ولا بتهبطها ولا حاجه. انا بعمل الموضوع ده بقالي مثلا سنتين، انا عرفته بصراحه من يوتيوبر. يعني بصراحة احنا كلنا بنتعلم من بعض. فانا يعني شفته وعجبني، لان هي برضو كان عندها ازمة في موضوع ان مفيش مكان تحت السرير، فهي قالت الحركة دي وقالت جربوها، وفعلا انا لما جربتها عجبتني. بصوا بقى، أنا هنا جالي تليفون بتكلم، بصوا انا بتكلم وبرضو شغالة يعني. فابتديت ان انا اشيل البطانيه ما بين السرير يعني ما بين مله السرير، فوق المله بتاعت السرير وتحت الايه المرتبه. بتبقى حلوه جدا. وعلى عايزه اقول لكم ان هي بتعلي المرتبه، وكل ما المرتبه بتعلى بتبقى حلوه يعني. لا يعني ما بتبقاش قريبه للسرير، لا كل ما مرتبه بيبقى الكثافه بتاعتها بتبقى كبيره، كل ما بتبقى حلوه. بصوا بقى، انا هنا حطيت الكفر ده شيء اساسي معرفش يعني. يعني لاي حد عنده اللي هو المراتب ديت لازم يحط الكفر. حتى لو كمان عندك مراتب قطن حطي برضو الكفر ده. على فكرة الكفر ده بينفع للمراتب القطن والسفنج يعني اللي هي مصوصة، مفيش مشكلة خالص. بصوا بقى، انا هنا عندي دي دفايات انا كنت جايباها بس من زمان، ايام ما كانوا يعني الولاد عندي صغيرين. وبصراحة يعني من ايام ما كان عندي الأوضة اللي هي اللي لونها اصفر في ازرق. حتى هتلاقوا عليها ارنوب ومش عارفه ايه، ايام ما كانوا صغيرين. هي حلوه وجميله جدا. وانا بصراحه بقالها كذا سنه عندي وما جرالهاش حاجه، وزي ما هي. بصوا الالوانات بتاعتها، عايزه اقول لكم الواناتها حلوه قوي قوي قوي، الواناتها جميله جدا. وما راحتش. بصوا بغسلها يعني غسيل وفرش غسيل وفرش. بصوا ما يعني بصوا لا تكل ولا تمل. وقلت يعني تساعد مع اللي هي الدفايات الرمادي اللي انا كنت جايباها. يعني هي حلوه مقضيه الغرض يعني. بصوا بقى البطاطين اللي بقول لكم عليها، بصوا بقى وانا بفرشها ولا هبطت ولا اي حاجه خالص. جميله جدا. ولا بقى كتمه الشنط تحت السرير ولا حاجه خالص. حلوه جدا جدا. جربوا الطريقه دي والله وهتعجبكم جدا جدا جدا. انا بقى لحد هنا هعمل كمان السرير التاني، وهبقى كده خلاص بقى خلصت. هما بقى خلاص بيقولوا لي يا ماما خلاص احنا تعبانين عايزين ننام باي طريقه. بصوا بقى هنا الحركه دي. بصوا دي بقيه الاوضه بقى، بصوا المنظر عامل ازاي. هعمل بقى السرير الناحية التانية. وقالوا لي يا ماما احنا عايزين تعبانين عايزين ننام، خلاص الساعة بقت 1 بالليل. فعملت السريرين والدولاب وقلت لهم اتفضلوا يلا مع السلامة ناموا. وهبتدي بقى ان شاء الله باذن الله تاني يوم بقى ابتدي بقى انا ايه اعمل معاكم بقى بقيه الاوضه ان شاء الله باذن الله، افرش بقى واكنس وامسح ان شاء الله يعني. بصوا ده الدولاب بقى الناحيه التانية اهو. انا بقول لكم انا كده خلاص يعتبر خلصت الدولاب والسريرين، يعتبر نص الاوضه خلصت. النص التاني بقى ان شاء الله هيبقى بكره باذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم لحد هنا. عايزه اقول لكم هلكت 4 ساعات من 9 لواحدة ما كنتش شايفه قدامي. يا رب تكمل على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.